السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة ومعكم ميدو جابر. النهاردة هنتكلم عن الشوفان. الشوفان يا ترى بيتخن ولا بيخسس؟ في ناس كتيرة جدا بتسألني السؤال ده. أنا فلان قال لي كل شوفان عشان تخس، يجي لك واحد تاني يقول لك لأ، أنا فلان قال لي كل شوفان علشان تتخن. الشوفان يا جماعة مش حاجة سحرية، مش مجرد أكله هخس أو أكله هتخن. الشوفان زيه زي أي أكل، أي أكل بيدخل جسمك بيبقى عبارة عن سعرات حرارية، سواء بقى شوفان أو غيره. أي أكل فيه سعرات حرارية، حتى لو فيه أكل فيه سعرات حرارية بسيطة. فمن هنا حتة إن في حاجة بتتخن وحاجة بتخسس، لأ دي مش حقيقية. لو كلت حلويات كل يوم وشربت بيبسي كل يوم في أقل من احتياج جسمي، أنا كده عمري ما هتخن، عشان باكل اقل من جسمي محتاجه. اما لو كلت اكل كتير جدا مش مفهوش سعرات حراريه او مش بيتخن زي ما احنا معتقدين، وكلت منه كميه كبيره اكتر من احتياج جسمي، طبيعي هبدا اتخن. فهنا بقى المشكله مش في نوع الاكل المعين، لا في كميه الاكل اللي داخله لي. يعني مثلا لو الشوفان ده فطرت بيه الصبح حوالي 40 جرام او 50 جرام شوفان مع ميه او مع لبن خالي الدسم، فطاري وجبة، صحيت الصبح الساعة 10 9 الصبح مثلا على 10، فطرت بالشوفان ده وقعدت حوالي الساعة 3 ما اكلش حاجة، رحت اتغديت مثلا الساعة 3 وبعدها بشوية كلت سناكس حاجة بسيطة وبعدها اتعشيت حاجة بسيطة ونمت، انا كده هبدأ اخس مش هتخن، عشان اجمالي الوجبات بتاعتي او اجمالي سعراتي على مدار اليوم قليلة، فانا كده خسيت. تمام. طيب هو الشوفان لو كلنا منه مثلا كمية اكبر 80 جرام الضعف او 100 جرام، حطينا بقى معاهم لبن كامل الدسم وموز بقى وزبدة فول سوداني وعسل ابيض وكل الكلام ده، ضربنا مثلا الكلام ده كله في شوكر. هسيب لك في صندوق الوصف تحت ازاي تعملها لو انت عايز تتخن. فطرت عادي اي اكل معايا فطرته، وبعد كده بين الفطار وبين الغدا رحت اكلت او شربت مشروب الشوفان اللي لسه قايل عليه دلوقتي ده، وبعدها بشويه اتغديت، كده انا هبدا ايه؟ هبدا اتخن. الشوفان هنا بوجبه زياده، او مش وجبه اساسيه من سعراتي، بقت وجبه زياده، فمن الطبيعي كده هتخن. بس حلاوه الشوفان والعسل وكل اللي قلت عليه ده ان سعرات او مكوناته فيها سعرات حراريه عاليه، بس في نفس الوقت نظيفه. يعني الشوفان كارب نظيف، مش هيرمي معاك دهون زي مثلا المكرونه والرز المحمر والكلام ده كله. تمام. العسل الابيض نفس الكلام، سموث فيه سعرات حراريه كتيره، فترمي معاك عضلات او ترمي معاك وزن كويس، مش هيبقى دهون وهبقى مرطرط وهبقى كل الكلام ده. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك للفيديو، ولو لسه مش مشترك في حالا في القناه يا ريت تعمل حالا اشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات، وخليك فاكر دايما انك لازم تكون احسن.